صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هلم معاكم تلات ارباع المطبخ، والربع التاني كده هسيبه يبقى سهل يعني في اللمه ان شاء الله كده. عذرا يعني. المهم تعالوا بقى نبدا مع بعض، بس قبل ما هبدا معاكم هوريكم كده لقطات سريعه في اللم وانا عملت ايه وانتم مش معايا. وكمان قد ايه يا جماعه اللم ده متعب جدا، والنقل ده حاجه لا اله الا الله. بس الحمد لله على كل حال. تعالوا بقى كده اوريكم شويه حاجات من اللي انا عملتها. طبعا انتوا عمالين تقولوا انجزي انجزي، انت بتكتري في الكلام، انت بتطولي، انت مش عارف ايه. انا بحب اتكلم كتير. بس دي ايه للناس اللي بتقول كده، يعني ده للناس اللي بتقول كده. انما انتوا حبايبي، يعني حبايبي اللي متابعيني هم اللي مش بيقولوا حاجه وبيحبوا نتكلم كتير. ما علينا. تعالوا نبدا مع بعض واوريكم انا عملت ايه. اول حاجه بقى كده انا خارجه من المطبخ اهو. طبعا دي الصاله، اللي متابعني عارف الصاله وكده كانت عامله ازاي. يعني الاول حطيت بقى فيها الركنه دي اللي كانت في الاوضه اللي هناك دي، والجزامه جبتها كده، والنيش برضو جبته الجنب ده تمام، ولسه هيتفك برضو. طبعا الاوضه اللي هناك دي انا فضيتها خالص. عايزين تعرفوا هي اتفضت ليه؟ اكتبوا لي تحت في التعليقات. وانا هقول لكم على كل حاجه، مش هخبي عليكم حاجه خالص. شوفوا فضيتها خالص اهو، مفيش بس فيها غير دي لسه هتخرج بره، علشان اكتبوا لي في التعليقات وانا اقول لكم. وهنا بقى كده ده السجاد كده لسه برضه هيروح المغسله، يعني دول كبار قوي معرفتش اغسلهم هنا. ودي الاوضه بقى اللي لما فيها كل حاجه. شايفين الاوضه عامله ازاي يا جماعه؟ شايفين يا جماعه؟ ده السجاد بقى لما غسلته، شايفين عملته ازاي كده؟ استنوا لما ادخل جوه اوريكم اهو، علشان يتفرش في الشتا ان شاء الله وكده. مش عارفه الاضاءه هنا شايفين ولا ايه. ودي كراتين كده، وطبعا المرتبه اللي واقفه دي والسراير، وكمان دول المخدات اللي هي التكاوي وكده. انا شلت من عليها القماشه البيضه بتاعتها وبغسلها وكده، وبعد كده بركبهم تاني عادي خالص ولا بيحصل فيهم اي حاجه. وهنا برضو اكياس مخدات كده. طبعا الكراتين دي هاخدها معايا المطبخ دلوقتي علشان هلم فيها الازاز بتاع المطبخ اهو. دي فيها المخدات، دي برضو اللي هناك دي برضو كده فيها مخدات بقى اهو. وكمان الحاجات دي كلها دول برضو هاخدهم من المطبخ. العلب دي كده انا لما كنت بجيب حاجه او كده ما كنتش برمي الكراتين بتاعتها عشان عارفه ان انا هحتاجها بعد كده. وهنا برضو الكراتين دي شيلها كده على جنب. انا بقى لما لميت النيش حطيته بقى في الكراتين كده زي ما انتم شايفين، وكتبت ايه؟ ازاز النيش، ازاز النيش كده، علشان اللي يجي يشيل يعني يبقى عارف ان ده ازاز وكده. وبرضو كل حاجه يعني مكتوب عليها تمام. طبعا انا مش عارفه ابعد لكم عن كده فانتوا تحسوا ان ايه مقربه قوي، بس هو عادي. تعالوا بقى اوريكم حاجه تانية. بصوا هنا بقى دي كده البرائع وشويه مخدات كده برضو غسلتهم، طبعا مغسولين في الغساله كل دول ما عدا طبعا البرائع مغسوله في البانيو وكده. وحطيتهم بقى كده بقالي كذا يوم عماله اشيل من على المنشر واحط على المنشر. تعالوا يلا نشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. اول حاجه بقى كده عملتها بعد ما دخلت المطبخ، طلعت بقى كده كل حاجه في الضلفه. كانت طقم الحلل اللي شفتوه ده، وكمان كوبايات وحله الضغط والحاجات اللي هناك دي كلها طلعتها كده رصيتهم كلهم على الصينيه علشان اغسلهم زي ما انتم شايفين. ما تفكروش ان هم وسخين او اي حاجه، بس انا بحب يعني طالما كده علشان لما اجي اروح الشقه كده ان شاء الله اطلع كده الحاجه ارص على طول تمام. يعني مرضتش كمان امسحهم او كده، يعني قلت لا اغسلهم علشان يكونوا بلمعتهم كده ورونقهم الجميل. قلت بقى زي ما انتم شايفين كده وقفت اغسل فيهم واحده واحده وكوبايه كوبايه. طبعا الولاد حواليا برضو
زي اللقطة اللي شفتها في الفيديو اللي فات دي بتاع لما كنت بعمل النيش وكده. بجد انا كنت ناوية ان انا اصور لكم وانا بفضي النيش وبخرج الركنة بره في الصالة وكل الكلام ده، لكن قفلوني قفلة طين. اخدين بالكم؟ يعني انا بالمنظر اللي شفتهم هما بيعملوا معايا ده قلت لا مانيش مكمله حاجه يعني، خلاص قمت قايمه بقى كده مغيره وقعدت بقى ايه. فتاني يوم ان شاء الله قلت بقى لما اعمل لكم الفيديو يعني علشان كده ايه نفس هي العبايه يعني ايه، بس انا ما صورتش بقى بتاع النيش يعني، فايه لبستها لكم كده عشان ما تستغربوش، بس يعني قلت اوضح لكم النقطه دي. بس وقفت بقى كده بغسل الكوبايات كلها. آه صلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وما تنسوش تدعموني باللايك، تنسوش تدعموني باللايك، لان بجد بتعب جدا جدا في الفيديوهات دي بطريقه يعني صعبه قوي بصراحه. والجو حر كمان ولفه الطرحه وواقفه كده ولابسه ويعني حاجه تعب 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 بجد. فما تبخلوش عليا باللايك بقى، واشتراك في القناه لو انتوا اول مره تتفرجوا عليا، ومتابعه للبيج. خلصت بقى كل الكوبايات كده، وسبحان الله جه يتكلم يعني الراجل يجي، ودي مش اول مره. هو عمو ده مستقصدني ولا ايه؟ انت مستقصدني ولا ايه يا عمو؟ الله. المهم جبت بقى كوبايه كده من فوق حطيتها مع الكوبايات، وقلت لكم دي مش هغسلها، دي مش هغسلها، ان الكوبايات اللي فوق دي استعمال يومي اصلا، اللي هي الكوبايات اللي في الطباقه من فوق دي. والصواني شايفين ما شاء الله يعني تتعان على طول تتعان، لكن انا هعمل ايه في نفسي؟ هو انا في الطبع ده ان انا طالما كده كل حاجة موجودة في الشقة لازم تتغسل وتتمسح وتبقى بربرق. بس فغسلت بقى كده الصواني كلها من فوق ومن تحت وشمال ويمان ودي ودي. الصواني كلها بقى لميتها كلها غسلتها زي ما انتم شايفين كده. طبعا بغسلها بالسلكة، السلكة اللي هي بتاعت الحلل الألمونيا او الستانلس وكده. بحبها جدا يعني السلكة دي. والكوبايات برضو كنت بغسلها بالسلكة، مع ان هي مش محتاجة سلكة، بس انا كده انا بحب السلكة برضو علشان يعني بتعمل رغاوة حلوة وبتعمل بضمير كده، يعني بتاكل الحاجة بضمير. جبت بقى دي كمان كده حلة الضغط، غسلتها برضو من الغطا برضو. والجزء ده برضو كمان اهو بغسله من جوه ومن بره. والله يا جماعة ما تستغربوش وما تقولوش يعني هي الحاجة نضيفة بتغسلها ليه او كده. يعني مثلا حلة الضغط دي محطوطة في الضلفة، تمام؟ يعني مش على طول ايدي، يعني مش على طول بايدي فيها وبجيبها على طول اطبخ فيها والكلام ده، لانها كبيرة وكده. فيعني عشان لو عليها ترابة ناعمة او حاجة برضو، مع ان برضو انا اول باول ببقى المطبخ مثلا افتح الدولاب وامسح الحاجة اللي فيه وارصها تاني، لكن برضو يعني فاهمين قصدي. بس وعذرا بقى لو صوت الورش اللي تحت ديت مضايقكوا او كده. لكن انا بصراحة مش بعرف ابدا يعني اني امنتج بالليل وكده، بكون خلاص تعبانة جدا وعاوزة انام، بكون فصلت يعني، فاعذروني بقى. هنا بقى كانت اختي بتكلمني وكنت حاطه التليفون كده عشان هي تسمعني، لان ما كنتش عارفه احطه على ودني، فعشان يعني كنت اعرف اكلمها وكده بس. فما تستغربوش برضو. جبت بقى كمان الغطيان بقى بغسلها، والحلة بغسلها كله بالسلكة طبعا، لان انا بحب السلكة جدا في المواعين. طبعا انا كنت وقفت هنا كان مودي نادالي فروحت له كده. يعني انا اليوم ده بجد يعني لو قلت لكم من الساعة كام لكام هتنصدموا. جبت بقى الكراتين دي يا جماعة كانت يعني الحاجة اللي انا هحطها فيها دي اصلا الكرتونة بتاعتها، تمام؟ يعني انا لما كنت جبتهم ما كنتش رميت الكراتين ليه، لاني كنت عاملة حسابي ان في يوم من الايام برضو هنقل تاني، فايه الكراتين تكون موجودة وكده، علشان يعني لما اجي انقل فيها الحاجة يعني. في حاجات يعني معظمها ما كنتش رميت الكراتين بتاعتها، هتشوفوا برضو معايا كل حاجة. جبت برضو الشكل التاني ده برضو حطيته في كرتونته، وحطيت برضو الكراتين كده فوق بعضها وايه، وربطتهم كده بخيط كده تخين، ربطتهم بيه كده هما التلاتة مع بعض، بحيث ان اللي يجي يشيل التلاتة كده في ايد واحدة مع بعض، ويكونوا برضو مع بعض، يعني علشان مفيش مثلا كرتونة تبعد عن كرتونة او كده. بس
مين داس اللايك بقى، مين وصل معايا لحد هنا وداس اللايك، ومين كتب لي كومنت تحت في الكومنتات او تعليق تحت في التعليقات حلو زيه كده، ويدعي لي دعوة حلوة ولكم بالمثل ان شاء الله. متاخدوش في بالكم بقى، وعيان كان لسه اخد دش كده، وكانت مثلا مسرحاله، فعلشان كده جت اخدته تاني وقلت لها تعالى خديه، هيشد الفوطه يكسر لي الدنيا. بس طبعا كان صوتي اعلى من كده اكيد يعني. جبت بقى كمان البايركس، غسلتهم برضو كده واحدة واحدة. يعني على فكرة انا بغسل الحاجات برضو اللي ايدي يعني مش فيها على طول، زي ما قلت لكم، اللي هو يعني كل ما بستخدمها مثلا ممكن على حسب، بس يعني مش على طول، فاهمين قصدي؟ يعني في حاجات مش هغسلها، الحاجات اللي مش هغسلها دي تعرفوا على طول، زي ايه مثلا، زي صواني البيتزا او صواني اللي هي بتاعه البطاطس اللي هي حافيتها اعلى دي، الحاجات دي مش هغسلها علشان يعني على طول على طول الواحد بيستعملهم وكده. جبت كمان الطقم ده، طقم السمك ده برضو مش بستعمله خالص، يعني مش بستعمله، بس ده مش بستعمله خالص، كنت بس كده بمسحه واحطه مكانه تاني، امسحه واحطه مكانه تاني، او مثلا اغسله وما ينشف احطه مكانه تاني، ارصه فوق برضو عادي. بس صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. همسح بقى كده مكان الميه دي، واغسل كده الفوطه كويس، اعصرها بقى وانشف كده، علشان ايه، نجيب بقى كده الصواني اهو، دي اللي قلتلكوا عليها مش اغسلها. حطيتهم بقى كده في الكيسه البيضه دي، وكمان حطيت معاهم الحلل الصغنطوطه دي، وبتاعه الكب كيك، وكمان بتاعه الكيكه، وكمان دول حلل التلاجة دي برضو. وهقفل بقى كده الكيسه حلو، هوريها لكم برضو. جبت بقى كيسه كده بيضه برضو، حطيتها بقى كده على الوش علشان اعرف اقفل عليها، يعني الزق باللزق كده عليها. تمام اهو زي ما انتم شايفين معايا بقى كده. وهكتب عليها على فكره حلل، يعني انا برضو بجيب ورقه وقلم كده واكتب عليها حلل، والزقها برضو على الكيسه من بره كده، علشان بحيث اللي يجي يشيلها يعرف هو شايل ايه وكده. فضيت بقى المكان اللي تحت اللي وريتهولكوا ده كله، كان فيه كميه حاجات يا جماعه. جبت بقى كده اول حاجه منه الكرتونه دي بتاعه الجريل، وحطيته بقى فيها كده بالكيسه بتاعته برضو وكل حاجه. دي بقى قولولي بتستعمل في ايه، لان بجد من زمن الزمن وهي موجوده ومش عارفين بتستعمل في ايه دي، فاللي يعرف هي بتستعمل في ايه يقولي. جبت بقى كمان مكنه الزبادي، حطيتها في الكرتونه بتاعتها، وكمان البونبونيره دي برضو في كرتونتها، وطبق الفاكهه برضو في كرتونته، وكرتونه الملح دي برضو حطيتها كده تحت. فتحت بقى الكيسه البيضه دي، كان فيها طقم التوابل برضو اللي هو الشيف كتكوت الصغنطوطه ده، وجبت الكرتونه دي علشان انقل فيها الكاسات اللي كانت في الكرتونه التانية، لان الكرتونه التانية كانت دارت يعني وكده عن ما كانت، فعلشان كده جبت كرتونه تانية حلوه، وقعدت بقى الف كل حاجه وانقلهم في الكرتونه التانية دي. تمام. بس طبعا بلف بقى كل حاجة كده، يعني كل واحدة بلفها، كل كاس بلفه بجرانين او بورق اللي هو الورق الابيض ده، عامل زي بيتمط كده، بس مش عارفة بصراحة اسمه ورق ايه. المهم كانت بحط بقى بين كل واحدة وواحدة، وبحط كل واحدة عكس التانية، يعني واحدة راسها عند رجليها والكلام ده، المهم علشان يبقوا يعني ايه شكلهم مرصوصين مظبوط وكده يعني. جبت بقى كمان الكبة دي، ودي برضو كرتونة الكبة، كنت طبعا عيناها تحت السرير. بصوا كل الكراتين اللي بحطها في حاجتها دي كانت متعينة تحت السرير، علشان كنت عارفة اني هحتاجها بعد كده زي ما قلت لكم قبل كده. بس قفلتها بقى كده كويس، واي حاجة كنت بقفلها كنت بخرجها على بره على طول. طبعا هتشوفوا معايا في اخر الفيديو انا كنت مخرجاها بره فين والجو ده، علشان طبعا ما ينفعش الحاجه اللي لمها اسيبها في المطبخ. دخلت بقى كده على طقم الالومنيا زي ما انتم شفتوا كان نشف معايا. طبعا بقى ايه بحطه كده، بدأ احطه في قلب بعضه في قلب بعضه، انما مش فوق بعضه، يعني مش الغطيان مش بحطها، الغطيان بحطها تحت الحلل. تمام، علشان يعني ما تاخدش معايا مساحه وكده.
حطيتهم بقى كده في الكيسه دي، كيسه مشمع كبيره كده. وحطيت كمان مسحت كده الاول برضو الصينيه، طبعا نزل عليها ميه بيضة عاديه جدا. وحطيت كمان طاسه الجريل دي. طاسه الجريل ايه، طاسه الكريب يا جماعه، طاسه الكريب. الواحد مهيس كمان يعني، من كتر التعب اللي الواحد فيه بقى مهيس فايه كده يعني. فحطيت كمان بقى ايه بتاعه حله الضغط برضو، دخلتها بقى كده بالشكل ده. يعني على قد ما بقدر ان انا بحط الحاجه فوق على بعضها كده، لان طبعا مفيش كراتين للحلل دي. تمام، قفلتها بقى كده كويس باللزق كده من فوق. وبس كده. جبت بقى الكرتونه الكبيره جدا دي بصوا، حبيبتي حبيبتي حبيبتي، خدت معايا كميه حاجات. حطيت بقى كده البايركس الاول، وطبعا كنت بمسح لو في برضو نقط ميه في البايركس او كده. طبعا انتوا واخدين بالكم ان الليل دخل عليا، عاوزه اقول لكم ان انا بادئه في المطبخ من الساعه 4 مخلصه 9:30 بالليل. ده غير كمان ان بادئه في البيت من الساعه 12. كان في بقى هدوم لميتها، وكان اللي عاوز يتطبق واللي عاوز يتكوي، وكان في برضو هدوم غسلتها. وغير كمان فوق كل ده ودوت ان كان في كمان برائع غسلتها برضو في البانيو. وكمان مخدات غسلتها في الغسالة، بس طبعا في اللي بتغسل على بعضه وفي اللي بشيل الوش بتاعه كده، في وفي يعني. وبعد كل ده بقى وما خلصت كل الحاجات دي، دخلت بقى على المطبخ. قلت بقى ايه، لان ده خلاص دي المعركة الكبيرة بقى. زي ما انتم شايفين بقى الكرتونة ما شاء الله كبيرة. دي الكرتونة دي زي ما قلت لكم كان جاي فيها عربية المودي، بس العربية دي يعني الله يرحمها من زمان يعني. بس ايه، انا كنت محتفظة بالكرتونة اليوم زي ده. شايفين كل حاجة وبيجي لها عوزة بجد. كل حاجة تقولي لا انا مش هحتاجها ومش عاوزاها وترميها او كده، بيجي لها عوزة. دي حاجة انا مجرباها كذا مرة قبل كده، اقعد اقول لا الحاجة دي مش محتاجاها، الحاجة دي انا هعمل بها ايه. اجي ابص بعد فترة الاقي نفسي بجيبها وبستعملها وكده. زي ما انتم شايفين بقى كل حاجة بحطها بلفها، سواء كوبايات او اي حاجة، او برضو الاطباق بينها وبين بعضها برضو بحط ورق. وعلى فكرة ورق الجرانين ده من ايام ما كنت بنقل، داخل في ال6 سنين كنت عيناه في الكرتونة وملزقها وكان زي الفل، علشان عارفة اني هحتاجه بعد كده. بلف بقى كل حاجة كده لوحدها، كل كوباية وكل فنجان وكل طبق وكل كاس، كل حاجة لوحدها. هنا طبعا ايان كان جايلي يعيط علشان مودي كان ضربه. بس مش عارفة يعني، حتى طول اليوم كده طول اليوم كده ومعايا الولاد. فيعني حاجة ربنا اللي كان عالم بيا، اقسم بالله في الكام يوم دول يعني، هو ربنا اللي عالم بيا بصراحة. يلا الحمد لله على كل حاجة. كل حاجة بقى زي ما قلت لكم بلفها وكده، وكل واحدة لوحدها. ما ينفعش مثلا احط شوية ازاز واحط بينهم ورق او كده، ما ينفعش، علشان كمان اللي شايل الكرتونة بالبلدي كده يعني ما يقعدش يطقش في بعضه. تمام، فكل واحدة بلفها لوحدها وبحطها مكانها تاني في الكرتونة دي. بس كده. بعد بقى ما مليت الكرتونة كده حاجات، حطيت الطواجن كمان في الكرتونة دي، وخلاص كده ما عدتش قادرة اكمل. اشوفكم في فيديو جديد الجزء التاني ان شاء الله. مع السلامة، باي. استنوا، رايحين فين؟ نسيتوا ان انا قلت لكم ان هوريلكم اخر حاجه، الحاجه اللي خرجتها بره وكده. بس طبعا ده تاني يوم، لان انا ما كنتش قدرت خالص ان انا قعدت اصور يومها، لان كنا بقينا بالليل خلاص. وكمان الاضاءه هنا بالليل مش قد كده يعني. بس فقلت بقى اوريكم اخر لقطه كده وبس كده. مع السلامه، باي لتاني مره.